بدين الله انا لولا ان امي تعبانه ومحترمه اخويا انا كنت فرجتك شغلك. بقول لك ايه، تعرف بتوع الرحله بيقولوا ان انت تزود 2000 جنيه وتبقى كمان الرحله فيها سفاري. طيب خلاص ماشي، تمام. المهم نستمتع. والله بابا ده الواحد كان منتظر قوي الرحله دي بعد الاسترس بتاع المذاكره والدروس. بجد يعني انا بستنى رحله نص السنه دي، بجد بتفرق معايا جدا والله. لا خلاص يعني اقول لهم ضغطنا تمام، ياما. ضغطنا جامد يعني، اقول لهم خلاص تمام اقول لهم اوكي. تمام ضن. مين ده؟ مش منتظر حد؟ لا افتح. مش موجودين ولا ايه؟ اتفضل. ايه يا محمد؟ يا محمد عامل يا ايه؟ ماما، ايه يا ماما؟ ازيك يا محمد؟ تعالي يا حبايبي. الحمد لله على السلامة. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ اتفضلي. ازيك يا ازيك يا محمد؟ ماما؟ عامل ايه يا محمد؟ اتفضلي يا قلبي. ازيك؟ ايه اللي جابهم دول؟ ما بحبش دخلتهم. اهلا مروه. ازيك يا مروه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا ماما؟ ازيك يا هند عامله ايه؟ مالك؟ لسه جايين من عند الدكتور يا هند. تعالي استريحي اتفضلي. تعالي يا ماما اقعدي. لسه جايين من عند الدكتور. تعالي يا ماما، الف سلامه عليك. اتفضلي. عامل ايه؟ ازيك يا محمد؟ عامل ايه يا محمد؟ منورين الدنيا. الله يخليك يا محمد. ازيك عامل ايه؟ يا محمد ما تسالش ليه على امك يا محمد. امك انا والله محتاسه بيها اشاعات وتحاليل وفي المستشفيات انا وهي. انت عارفه حبيبتي الدروس بتاعت العيال وانا شغلي والمدارس ولسه مخلصين. مش عارفه ما لسه مخلصين. وده هو انت مش انا متصله بيكي من كام يوم وقلت لك يبقى عرفي محمد ان امه تعبانه وانا محتاسه بيها في بعمل لها تحاليل واشعات. ما قلتليش ليه هند؟ نسيت ابو. انا نسيت مش اللي نسيت. لا ما ينفعش. نسيت ايه اللي ما ينفعش؟ نسيت؟ ما انت بتنسى حاجه زي كده ما تتنساش. نسيت يا طنط. مش عارفه ضغط بتاعه. وبعدين انت ما اتصلتش بيها ليه؟ انا ما نسيت دماغي يعني، ما انت عارف فيها 100,000 حاجه. طب اسالي انت عرفتي ان انا تعبانه؟ اي حاجه هتكلموني. وبعدين حضرتك الحمد لله هو ماشي على رجلك يعني. حبيبتي ده انا خلاص داخله اعمل عمليه. مش على رجلي بس داخله اعمل عمليه. الف سلامه. ولو ما عملتهاش مش همشي على رجلي تاني ابدا. سلامتك يا امي، الف سلامه. الله يسلمك. حاجات في المفصل وكده اهو للاسف. مع طول ماما عندها مشاكل مع المفصل وبتاخد حقنه كورتيزون تبقى زي الفل. لا خلاص الدكتور قال لها خلاص الحقن ما بقتش جايبه نتيجه. هو كمان المرض يا هند هتحاولي تعملي له اي مشكله بالعافيه. بعمل ولا اسوي انا بقول لا حول ولا قوه الا بالله. حبيبتي ما حدش بيحب يتمرض. مش معقول مفيش حد هيدعي على نفسه المرض. مش معقول هكون مش محتاجه عمليه واقول انا عايزه عمليه. وبمزاجي يا هند. هو العيا ده انا منقياه. انت ما كلمتنيش ليه يا ماما؟ ما اعرفش والله محمد. كنت يومها اتصلت بيك كنت غير متاح. انت عارفه اتصلت بيها هي قلت اكيد هتقول لك، بس استغربت ان انا قايله ومبلغه وانت ما اتكلمتش. مستغربه النقطه دي. بقول لك ايه يا مروه، نهايته سيبك بقى من العتاب. وقال لك وقلنا وسال وما سالش. انا كلميه في المفيد بقى دلوقتي. شوفي له قولي له بقى مشكلتنا يحاول يحلها لنا. بص يا محمد دلوقتي العمليه بتاعت امك هتتكلف لها حوالي 70,000 جنيه. تمام؟ هي دلوقتي امك ما معهاش منهم غير 55,000. فاحنا كده واقفه معانا على 15. فاحنا كنا جايين قلت لها خلاص بقى ال 15 دولت نيجوا ناخدوهم من ابنك. منين؟ ايه؟ منين؟ تستني يا هند، ممكن نتصرف يعني. نتصرف منين؟ يا هند يعني هو مش هيبقى معاه 15,000 هند؟ ده بقول لك العمليه 75 هي امك محضره بس. عايزه 75 85 هو منين؟ يعني ايه؟ قال يا جحا عدي غنماتك. قال واحده قايمه وواحده قاعده. هو اللي بيجي على قد المصاريف. طب بقول لك دي عمليه. انا هتصرف فيهم يا هند. هتصرف فيهم منين؟ هتصرف فيهم بطريقتي. ياكش لو هستلفهم من حد. بص يا هند احنا نلغي الرحله بقى. نعم؟ رحله ايه اللي تتلغى؟ انت كنت طالع رحله محمد؟ يا ماما احنا ما نعرفش. احنا قلنا هناخد اجازه نص السنه عشان العيال كانوا ضاغطيننا ودروس ومدارس. كل سنه ست هند لازم تطلع اجازه نص السنه واجازه اخر السنه. انا مش هلغي الرحله.
طب اعمل ايه امي؟ طب في اعمل ايه انا كمان؟ انا برضه مش هلغي رحلات. انا الرحله دي منتظرها من ضغط عيالك والمدارس والدروس والمذاكره وضغط الشغل وكده، فانا بستنى بصراحه الاجازه دي من فين لفين. فمعلش ام سو سوري، يعني انا مش هقدر الغيها. يعني امه تعبانه وهتدخل عمليات، ازاي اصلا هيجي له نفس يتفسح؟ وانت بدل ما تقولي له مش مشكله الفلوس دي نروح ندوها لامك تكمل بقيه عمليتها، وبعد كده احنا ممكن تسافروا السنه الجايه عادي. لا مش عادي. هو ايه اللي مش عادي ده؟ انا هلغيها يا هند خلاص. لا يا محمد انا مش هلغيها. لا هلغيها خلاص انت مش عايز تطلع عشان مامتك تعبانه، اوكي خلاص اقعد انت مع مامتك، لكن هطلع انا واولادي. هي لو امك اللي كانت في نفس طب الموقف كنت عملت كده؟ الفلوس اللي احنا كنت محتاجينها ايه؟ عملت كده. ايه يا بنتي اللي بتقوليه ده؟ ايه يا بنتي ده؟ ايه بقى برضه امك هتبقى بتعمل عمليه وانت ورايحه عادي، مش تتفسحي؟ مشكله، اخواتي هيفضلوا لا 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 لا، يبقى قلبك، انا عارفه ان يبقى قلبك قاسي على امك. تقعدوا تقفلي عليها. يبقى قلبك قاسي على امك. في المصيف ما طلعتش مصيف السنه دي. فاكر انها ما طلعتش مصيف ولا ناسي؟ قضيتها لي كام مره نروح اي شاطئ كده ونرجع وخلاص على كده. نستحمل يا هند بعضينا. يعني ايه نستحمل؟ حبيبتي اللي ملوش خير في انا هلغيها اهله خلاص، ملوش خير في حد. وانا عايزاها. هاتي لي التليفون بتاعك عشان الغيها من لا عندي. مش هلغيها. انت لازم تعرفي كده، اللي ملوش خير في اهله ملوش خير مش في حد. وانت بقى لو لغيتها مش هقعد لك في البيت. براحتك حبيبتي، ان شاء الله ما قعدتش، اهم حاجه عند امه مش انتي. وانا كمان مش هلغيها. هو انتوا ليه يا بنتي؟ ليه يا بنتي؟ ليه يا هو بنتي؟ انت ليه عايزه تعكنيني على الدنيا يا بنتي؟ ليه مرات الابن ما تعملش الحما كانها امها؟ ليه؟ انت بتتكلمي دلوقتي معلش طنط وكده بتشيبه عشان انت تعبانه، لكن انت ليه؟ ما وريتيني. وريتك انت ايه يا ناسيه ما كنتش حبيبتي؟ في عز وريتك ايه؟ قوتك. احنا وريتك هنعاتب ايه؟ بعض بقى على القديم والجديد. معرفش. احنا دلوقتي عمليه ما فيهاش هزار. خلاص استلف لها وما تقبض ارجعهم. انت ليه عايز تيجي عليا على حاجات عشان هتصرف يا ماما ما اتصرف. تقلقيش. خلاص يا ماما مالكيش دعوه بيها، انا هتصرف. انا هتصرف يا امي خلاص. وانا مش هتنازل عن ابني. لا اطلعي، هو هيتصرف لنا. خلاص هطلع. يكش رب تتهني بيها يا رب. وضميرك هيبقى مستريح يعني؟ جدا. هو انا اللي جبت لك التعب؟ ضميرك هيبقى مستريح؟ يعني هو يستلف وانت في مقدرتك تقولي له نرجع فلوس الرحله. محمد ياما ضحيت عشانكم وياما وقفت جنبكم، واخدت ايه في الاخر؟ بتشتم واتهزق واتبهدل. ليه احنا عملنا لك ايه يا اختي؟ عملنا لك ايه؟ طنط كل حاجه بتقوليها بتوصل اللي ما شتمك الا اللي ممكن بلغك. بقى نلغي الكلام ما شتمك الا اللي بلغك. نلغي، ما احنا لاغيين. محمد يلا بينا محمد انا عايزه اقول لك كلمه قبل ما امشي يا محمد. اتفضلي. ما ينفعش تسيبها تطلع رحله لشرم الشيخ لوحدها هي بالعيال. يا ستي قولي كلمه. فين رجولتك يا محمد؟ ابوك كان بيعمل معايا كده؟ لا طبعا. انت اتربيت في بيت. لا طبعا انا الراجل قلت كان لها سايبني هلغيها. على مزاجي. خليها تقول اللي هي عايزاه. الحته اللي خليها تقول اللي هي عايزاه، انا اللي هعمل اللي لا انا يا حبيبتي، عايزه. الاصول اصول. انت لو من بيت اصل صحيح ما تخطيش خطوه من غير جوزك. معلش ما تخطيش خطوه من غير جوزك. جوزي هو اللي تعبان، لكن امه تعبانه. ما انت على طول تعبانه. ويعني امه حته منه، امه السبب في وجوده. انت بتتكلمي في ايه؟ تمام. ها؟ مش ده اللي انا ربيتهولك وخلفتهولك؟ انت كنت تحلمي كده تاخدي واحد زيه؟ ربيته لنفسي فين؟ اديني لما احتجت له ما انتش عايزاه يخدمني. ما تربيش، ما طبيعي يعني. ادي انا لما احتجت له عايزاه يتخلى عني. القطه بتجيبه. يلا يا مروه، يلا يا مروه، دي القول معاها ضايع يا مروه. يلا يا مروه، انا مش هاخد ودي معاها، انا ليا ابني. يلا قلت ايه يا محمد عشان اعمل لك اخر كلمه قبل ما امشي؟ خلاص يا امي معاك يا امي، والفلوس قدريها معاكي خلاص. ماشي قدري الفلوس معاكي. ماشي. وعايزه اقول لك حاجه محمد، انا مش هكون مرتاحه ومراتك مسافره لوحدها بالعيال. لا ما انا خلاص هلغيها. مع السلامه من غير باي باي. الله يسلمك يا حبيبتي، يديك الصحه والعافيه ويخلي لك امك. اللي انا لولا ان امي تعبانه ومحترمه اخويا انا كنت فرجتك شغلك. روحي بس اتكلي على الله. انت انسانه مهزأه، وهيتعمل عيالك هيعملوا معاكي كده ان شاء الله. هيجي اليوم اللي انا اضحك فيه واقول لك ايه رايك يا هند وانت معمول نفس الفصل ده، لان على فكره كما تدين تدان. اوعي تفتكري كله بيعدي. قولوا لنفسكم. يلا يا جماعه بجد الله يكون في عونك، متجوز حربوقه على اعلى مستوى. معلش حقكم عليا. خلاص يا ام الفلوس معاكي النهارده خلاص. ماشي يا محمد ماشي. وانا هكون معاكي ومش هسيبك. ربنا يعينك يا ابني على اللي عندك في البيت دي، ربنا يعينك. ماشي جاي لكم انا. ماشي يا محمد، ولا مستنياك يا حبيبي. اتفضلوا مع السلامه. انت ايه يا هانم اللي انت عملتيه ده؟ انت بعد كده لا مفيش رحلات خلاص، اللي انا اقوله يتسمع.
انا ما رضيتش ازعق لك قدامهم ولا اعمل اي حاجه قدامهم، فانت بعد كده برضو تقدريني قدام اي حد. خلاص مفيش رحلات، وهتيجي تقفي معايا في العمليات كمان وتخدمي عليها. تمام؟ وابقى تحت رجلي. انت اللي مفروض كنت تقولي لا انا هلغي الرحله عشان خاطرك يا طنط. تمام؟ وكنت المفروض تكبريني وتقفي معايا عشان خاطرك يا طنط. اه شفت ايه منك يا بصله؟ خلاص يا هند مفيش رحلات، انا هكلم الراجل عامه وهلغي الرحله. تمام؟ خلصت يا هند. فكرتني بالترند بتاع الغي رحلتش. هنشوف بقى، ما انت لازم تسمع كلام السنيوره هي وامك اللي هي تخش العمليات. اقول لي بس انت عالم اللي في قلبي يا رب، منكم لله كلكم، انت وامك واختك.